ازيكم عاملين ايه؟ النهارده دي تاني حلقة ليا. هتكلم معاكم فيها النهارده عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده بيأثر على حياتنا بجد، يعني على حسب احنا بنستخدمه ازاي. وهو الطيبة الزايدة. طبعا الطيبة دي حاجة كويسة جدا وحاجة حلوة وبتساعدنا ان احنا يبقى معانا ناس وحوالينا ناس. بس في ناس بتستغل الطيبة دي أسوأ استغلال. زي مثلا حد مثلا شايف ان علا دي طيبة جدا. اي حاجة هنقولها لها هتوافق عليها، اي خروجة هنبقى خارجينها هتيجي معانا، اي حاجة هنعرف ناخد منها اللي احنا عايزينه علشان هي طيبة، وعشان هي تحرج الناس، وعشان هي مش هتزعلنا. كل ده صفات حلوة وصفات جميلة، بس هما بيستغلوها غلط. ف انا جايه اقول نقطه مهمه قوي النهارده. اللي انا مش هاجي على نفسي عشان خاطر اي حد. انا اي حاجه مش هتعجبني هقول عليها لا. اي حاجه مش هترضيني وهعملها عشان ارضي حد، فانا مش هعملها. وده بجد من بداية ما بدأت أعمل كده، وأنا بجد حياتي اتغيرت بطريقة فظيعة. حاسة ان انا بقيت مرتاحة، ما بمرش بضغط نفسي ولا قلق ولا توتر، ولا بسمح ان حد يضغط عليا. لان بجد انا جه عليا وقت كنت بعمل كل اللي انا بقوله ده، اللي هو ايه، اللي انا بتكسف اقول لحد لا، بتكسف من اي حاجة، بتحرج ارد لو حد قال لي مثلا حاجة تضايقني او كده، بتحرج ان انا ارد او اخد موقف. فبجد الاسلوب ده غير في حياتي جدا. ومش بقول ان احنا ما نبقاش طيبين، لا، احنا نبقى طيبين بس بحدود. بنعمل للي قدامنا حدود. والله انا مش فاضية اعمل الحاجة دي فمش هعملها، انا مش موافقة على الحاجة دي فمش هعملها. لان طول ما احنا هندور على رضا الناس، فاحنا بجد مش هنرضي نفسنا وهنزعل، واحنا اللي بنتأذي ومشاعرنا بتتأذي، وبنحس ان احنا مضغوطين والناس بتيجي علينا، ونعيش بقى احنا في دور الضحية علشان حاجات احنا اصلا السبب فيها. يعني احنا اللي سمحنا للناس اللي هي تعمل فينا كده. ف اخر حاجة هقولها في الفيديو ده، اي حد بجد عايز يحب نفسه، عايز حياته تتغير للأحسن، يبدأ هو يحب نفسه علشان الناس تحبه، وعشان الناس تشوفه بالطريقة اللي هو عايز يتشاف بيها، او يعاملوه بالطريقة اللي هو عايز يتعامل بيها. فآخر الكلام يا جماعة، ان الطيبة كويسة في ان هي بتقرب لنا الناس، في ان احنا بنتعامل مع الناس بطريقة كويسة، بس ما نديش بزيادة، عشان الزيادة دي زي ما بيقولوا مثلا الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب لضدها. هو ده بالظبط ملخص الكلام. واتمنى موضوع الحلقة النهاردة يكون عجبكم، وهستناكم تشاركوني الطيبة ازاي ده عملت معاكم ايه، واثرت في حياتكم ازاي. ولو حد عنده موقف وعايز يحكيه لنا في الكومنتات. هستنى رأيكم، هستنى كومنتاتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام.